كنت بسأل نفسي كتير، هو ليه علي ربيع بياخد كل الفرص دي؟ هل هو موهبة قوية تستاهل يتعمل ليها فيلم بطولة كل سنة؟ هل هو ممثل ما حصلش وعجوبة من عجائب الزمن مثلا يعني وانا ما اعرفش؟ اصل الموضوع غريب، ليه يعني اصرار المنتجين على جعل علي ربيع نجم الشباك؟ ما هو مش بالعافية يا جماعة والله. السؤال ده مش بس بيطاردني، ده بقى من الأسئلة الوجودية في حياتي. مثلا في ممثلين لما تشوفهم تقول ده عنده كاريزما، ده عنده حضور، ده بيجتهد. بس لما اشوف علي ربيع بحس انه واخد الموضوع كنشاط صيفي، ممثل مش بيتطور كأداء، وطريقته في الكوميديا بقت محفوظة ومكررة واتحلبت حرفيا. أفلامه بقت تيمة واحدة وكل فيلم أسوأ من التاني. وأكيد يعني مش هاجي في يوم من الأيام وأقول أنا بقالي كتير ما اتفرجتش على فيلم علي ربيع الفلاني ده، أما أروح أتفرج عليه. ده لأن باختصار أفلامه مش هتعيش على مستوى الزمن، هي مرة واحدة بس وشكرا. أنا مش هنكر إن في البداية كنت في الأول بضحك، مش هكدب عليك، كنت بضحك من علي ربيع خصوصا في بداياته في تياترو مصر ومن بعدها مسرح مصر. انت ايه؟ كان في حاجة جديدة ومختلفة أول مرة أشوفها، كان لسه طالع ومش متكرر وفريش كده، وكان بيقدم الكاركتر الغريب العجيب اللي تحسه عنده طاقة زيادة شويتين. بس من بعد كده لا يا معلم، الموضوع خرج عن السيطرة، هو نفس الوش، نفس الإفيه، نفس الأداء، كأنك بتعيد نفس المشهد بس بلبس مختلف. تحسه حفظ الدور وقرر ما يغيرش حاجة. طب ليه؟ فين التطور؟ فين المخاطرة؟ فين الإبداع؟ كل فيلم بيطلع فيه علي ربيع بتحسه نسخة من اللي قبله، وبجد بقى الموضوع ممل ومزعج أكتر من كونه كوميدي. والمنتجين ولا كأنهم شايفين ده، بيصروا يقدموه كأنه الكوميديان الأوحد اللي هينقذ عرش السينما. طب ازاي؟ ما هو في جيل كامل من الكوميديانات عندهم تنوع وأداء أحسن، بس مش لاقيين نفس الفرص. أنا بقى عندي قناعة إن وجود فيلم لعلي ربيع في السينما مش حاجة تستفزني أروح، بالعكس ببقى عارف اني لو دخلت هتفرج على نفس التيمة اللي شفتها في الفيلم اللي قبله، ويمكن اضحك على مشهد ولا اتنين وخلاص، ده لو ربنا كرم يعني. والمصيبة انك تحس ان علي ربيع نفسه مش مهتم يثبت لك العكس، مش مهتم يطور ولا يجرب حاجة جديدة، هو ماشي بنفس السكة وبيقول لك انا كده وده اللي عندي. والمشكلة ان الكوميديا لو ما اتجددتش بتموت، وعلي ربيع للاسف بقى بيمثل الكوميديا الميتة اللي اتقالت وتعادت وزهقنا منها، ومفيش امل في التجديد طالما هو راضي بكده. ما هو هيتعب نفسه ويجدد ويدور لمين؟ ليك انت يا مواطن يا كحيان يا فقير، وانت فاكر ان الفيلم بيتعمل لك انت وانت التارجت بتاعه المستهدف؟ لا يا معلم، فوق، ما تخليش حد يضحك عليك. الجمهور المستهدف لاي فيلم بيعمله هو جمهور الخليج. السعوديه بقى في ظل الانفتاح السينمائي اللي بقى عندهم، واللي اي فيلم بقى يروح عندهم بيعمل ارقام ايرادات خزعبليه، واللي بيخليك تتاكد على طول ان اغلبيه منتجين مصر اتجاههم اتغير، وبقى الفئه الاولى المستهدفه هي فئه جمهور الخليج، والجمهور المصري بقى فئه رقم اتنين. وسلسله افلام بيومي فؤاد وليلى علوي خير دليل على الكلام اللي بقوله ده. طبعا مش كل المنتجين كده ولا كل الافلام، عشان ما حدش يقول لي في افلام معموله عادي مستهدفه الجمهور المصري، عارف ان مش كله. انا بقول في الاول لو خدت بالك الاغلبيه مش كلهم طبعا. وشايفك وسامعك اللي بتقول لي افلام علي ربيع بتجيب ايرادات عاليه هنا في مصر، ده بقى يحط علامات استفهام كتير. هل في ازمه في الذوق العام؟ انا عارف ان السينما اذواق ومش شرط اللي يعجبني يعجبك، والعكس صحيح. وعندي سؤال، لو في حد من اللي بيتفرج على الحلقه بيدخل افلام علي ربيع في السينما، ايه الحاجه اللي بتشدك وبتحمسك انك تضحي بثمن تذكرة سينما اللي هي بالمناسبة بقت غالية جدا دلوقتي عشان تروح تتفرج على فيلم لعلي ربيع؟ سؤال ويا ريت تجاوبوني في الكومنتات. وانا بصراحة عندي معضلة مع اغلبية ممثلين مصر، تحسهم كده كلهم محتاجين ياخدوا كورس تمثيل حرفيا. ما هو مش عيب بصراحة ان الواحد يطور في نفسه ويخرج من منطقة الراحة ويكتفي بحتة ان انا ممثل جامد جدا ومفيش زي اتنين، واني انا مش محتاج اثبت حاجة لحد. اما يا جماعة كريستيانو رونالدو على سبيل المثال يعني كان كل يوم بيشتغل ويطور في نفسه عشان يبقى الافضل، ورونالدو ما كانش مضطر اصلا يثبت حاجه لحد. طب تعالوا كده نقارن علي ربيع وبين ناس تانية من نفس الجيل بتاع مسرح مصر. مثلا يعني مصطفى خاطر، صحيح هو مش نجم شباك بس عنده مرونه، بيحاول يخرج من عباءه الكوميديا وبيجرب في مناطق مختلفه عن اللي بيعرف يعمله. انما علي ربيع هو قرر يعيش في الكومفورت زون بتاعته. فين بقى الشجاعه انك تكسر نفسك كممثل وتجرب حاجه تانية مختلفه؟ يعني في فيلم اسمه زومبي عمله علي ربيع من حوالي سنتين، انا بصراحه بشفق على اي حد اتفرج على الفيلم ده. فيلم كارثه وكل المقاييس، قصه وحشه ومفيش حبكه ب2 جنيه، وكميه استظراف من علي ربيع وحمد المرغني، يعني حاجه صعبه جدا. تحس الفيلم ده يعني معمول غسيل اموال حرفيا. الكارثه بقى ان علي ربيع ده محسوب على فئه الناس اللي بتقدم كوميديا في مصر، وده بصراحه ظالم الكوميديا نفسها. الكوميديا يا جماعه فن محتاج ذكاء وسرعه بديهه وتجديد مستمر. انا عن نفسي بقيت اول ما اشوف اعلان لفيلم لعلي ربيع اعدي الاعلان، لاني خلاص انا عارف انا رايح على فين. وده في حد ذاته كارثه لاي فنان انك تبقى بريدكتبل بالشكل ده. والكارثه ان في مواهب تانية فعلا تستحق تاخد فرصه، بس مفيش حد بيبص لهم،
ليه بقى؟ عشان السوق واخد على كام وش معروفين وخلاص، بقينا في مرحلة ان النجاح بقى بالاسم مش بالمجهود، وان اجيب الفنان الفلاني ده واعمل له فيلم ما هو بيجيب ايرادات بقى. يعني هو لو احنا فكرنا نغير شوية الوجوه المألوفة اللي عارفينها وحافظينها دي، وندي فرصة لشوية المواهب اللي قربت تموت من كتر الوقف على مكاتب الكاستنج بالايام والشهور، فعرض فرصة واحدة يثبتوا بيها نفسهم، وانا متأكد ان هنلاقي ناس كتير موهوبين وشاطرين يستحقوا. تعالوا بس نخلينا في سياق الحلقة ونجمها علي ربيع، اللي انا متأكد من اللي هقوله ده يمكن تقول عليه متناقض شوية بسبب الكلام اللي قلته عليه في اول الحلقة، بس ده لا يمنع ان علي ربيع عنده مقومات ان هو يبقى واحد من افضل الكوميديانات في مصر، ويحط نفسه في قالب مختلف وجديد بعيدا عن قالب النمطية اللي حاشر فيه نفسه من بداية خروجه من مسرح مصر. القبول اللي عنده واللي في رأيي دي اهم صفة لازم تكون في الممثل، اهم الموهبة نفسها. الجمهور ممكن يحبك عادي حتى لو ما بتمتلكش الموهبة، بس مش ممكن يحبك لو ما عندكش قبول، ودي اهم حاجة موجودة في علي ربيع، واللي لازم ما يلعبش على حتة انا عندي قبول والناس ممكن تشوف اي حاجة ليه، عشان ممكن الحاجة دي في الاخر تقلب ضدك يا معلم. الكرة الأرضية يا إلهي، شوف. انا مش ضد علي ربيع، بس ضد ان اي حد ياخد فرصة وهو مش بيطور من نفسه. في مواهب كتير تستاهل بس مش لاقي فرصة وهو واخد كل حاجة ومش بيقدم حاجة جديدة. انا بدأت احس ان علي ربيع بيمضي على نفس السيناريو كل سنة. يا عم علي، احنا بني ادمين مش ريموت كنترول، بنزهق والله. بس الغريبة بجد الجمهور نفسه، يعني كل ما الناس تتكلم وتقول علي ربيع بيكرر نفسه. طب ازاي انتوا بتتفرجوا ليه؟ طيب ده انتوا نفسكم بتقولوا ما بيضحكش زي زمان. انا بحسه واخد بوزيشن اعلى من قدراته كممثل، ومحطوط في حتة اعلى من امكانياته بكتير. خلينا نبقى عارفين ان طريق واسلوب المسرح مختلف عن السينما والتلفزيون. انت نجحت هناك مش شرط التوليفة اللي رسمتها لنفسك تنجح كممثل في السينما او التلفزيون. في عرف في السينما كده بيقول لك ان الممثل اختيارات، مش شرط يكون عندك موهبة قوية ولا قدرات تمثيل خارقة. اختياراتك الصح هي الاساس، وعشان تبقى اختياراتك صح لازم يكون عندك ذكاء فني. لازم كده زي ما المصطلح السينمائي البحت الجميل ده بيقول تغير جلدك وتقدم نوع جديد للجمهور، وتطلع من الكاركتر اللي انت حاشر فيه نفسك ده، عشان بعد 40 أو 50 سنة الناس تفضل فاكراك وما تكونش مجرد مرحلة أو فترة في زمن ما وانتهت. وبس كده، مفيش حاجة أقدر أضيفها تاني. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ويلا شد شوية عايزين نوصل القناة ل1000 مشترك. وطبعا أهم حاجة ما تنسوش تشاركوني رأيكم في الكومنتات تحت. يلا سلام.